مارسيل كولر الاسم اللي لما يذكر جمهور الأهلي بيسترجع بطولات وإنجازات وسيطرة تامة على البطولات المحلية والإفريقية. مدرب عرف إزاي يعمل منظومة ناجحة ومتماسكة ورحل وهو في قمة المجد. لكن هل ممكن كولر يرجع مصر؟ مش علشان يدرب الأهلي، لا، علشان يمسك تدريب بيراميدز. الفكرة دي بدأت تظهر بعد ما بيراميدز خسر تاني، والمرة دي كانت ضد مودرن سبورت 2-1 في الجولة الرابعة من دوري. خسارة مش بس موجعة، لكن كمان بتزيد الضغط على المدير الفني كرونسلاف يورشيتش، اللي واضح إن علاقته بالجماهير بقت متوترة جدا. بيراميدز كان داخل الموسم ده بطموحات كبيرة، فريق مليان نجوم، إدارة قوية، ودكة تعتبر من الأغلى في الدوري. لكن 4 جولات، خسارتين، أداء باهت، ومفيش ملامح واضحة. وفي وسط كل ده طلعت أخبار بتقول إن بيراميدز بدأ يتفاوض مع مارسيل كولر لقيادة الفريق، وإنه هيكون بديل يورشيتش في حالة استمرار النتائج السلبية. وكمان تقارير من صحف كبيرة زي المصري اليوم قالت إن الإدارة بالفعل هتراجع موقف المدير الفني بعد ماتش الأهلي الجاي، وهتستغل التوقف الدولي لاتخاذ القرار. لكن مصدر من داخل النادي خرج ونفى الكلام ده، وقالوا بشكل واضح يورشيتش ما زال مدرب الفريق، وتنتظرنا مباراة مهمة أمام الأهلي بعد أيام. الإدارة لم تفكر في مرحلة ما بعد يورشيتش لأننا لم نستقر على فكرة استبداله من عدمه. يعني الأمور لسه مش محسومة، لكن برضه مش مستقرة. اللي نقدر نفهمه من كلام المصدر إن مستقبل المدير الفني هيتحدد بعد ماتش الأهلي. يعني لو حصلت خسارة ثالثة أو أداء غير مقنع، ممكن الإدارة تتحرك وتبدأ مرحلة التغيير، وساعتها ممكن نبدأ فعلا نسمع عن مفاوضات حقيقية مع كولر أو غيره. لكن خلونا نسأل نفسنا، هل فعلا كولر هيرضى يرجع للدوري المصري من بوابة غير الأهلي؟ هل بيراميدز عنده الإمكانيات والإقناع الكافي لمدرب بحجم مارسيل كولر؟ ولا كولر هيستنى عرض أكبر أو من مكان تاني تماما؟ قولوا لي في الكومنتات، هل تشوفوا كولر هو المدرب المناسب لبيراميدز لو الإدارة قررت تغير كولر؟ ولا الأزمة مش في المدرب أصلا والعيب في طريقة الإدارة أو اختيارات اللاعبين؟ حابب أسمع كل الآراء وهقرأ أفضل التعليقات في الفيديو جاي.